السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده 10 فيديو من كورس How to be an Odd Developer بالعربي. كده احنا عايزين نتعرف أكتر على التري والفورم والسيرش. هي أودو تمام كريتت لي السيرش، كريتت لي التري وعملت لي السيرش بار وعملت لي الفورم. بس لو دخلنا هنا على التري مثلا، هو هنا ما ظهرليش بس غير الفيلد بتاع النيم اللي هو الريز نيم بتاعي. ولو دخلت على الفورم طبعا شكلها مش أفضل حاجة، تحس كل حاجة كده داخلة في بعضها. نفس القصة هنا السيرش، أنا مش من حقي أسرش غير بناء على النيم بس. يعني أنا لو عايز أسرش بس بناء على الأدرس، أو مثلا بعد كده لو عايز أدي الستودنت أعمل ستودنت أي دي في سيكونس عايز أسرش عليه، مش من حقي. نفس القصة مش من حقي، مفيش فلتر. أنا يعني ممكن أضيفه من اليو أي بس أنا عايز أضيفه بناء على الكود. ونفس القصة برضو الجروبينج، مفيش جروبينج مثلا بناء على الأكتيف. مثلا أنا عايز أشوف إيه الحاجات إيه الستودنت اللي موجودين كأكتيف وإيه اللي حصل لهم أركايفنج. فإحنا عايزين نعمل حاجة زي كده، نعملها إزاي؟ ففي البداية هنبدأ نعمل الريكورد بتاعنا. طبعا أي حاجة في أودو تعتبر ريكورد. أي مثلا الريكورد بتاع هنبدأ نعمل التري بتاعتنا. فهنا هنبدأ مثلا ID student underscore tree view، وجاية من موديل A. والله هي جاية من الموديل بتاع ال IR دوت UI دوت view. IR دوت UI دوت view. بعد كده بنبدأ نديها النيم. نيم نبدأ نقفل الفيلد بس. هنقول هنا الاسم بتاعنا وليكن مثلا student tree view tree view. بعد كده هنبدأ نديها الموديل. هي التري دي تابعة لأنهي موديل أو هتتعمل على أنهي موديل. فهي هتتعمل على الموديل بتاع الستودنت. فالنيم هنا بنديها موديل على طول، مش ريز موديل زي الأكشن. يعني هنا بنتعامل مع أنهي موديل؟ والله احنا بنتعامل مع الستودنت. بعد كده الفيلد اللي بعد كده اسمه ار، اللي هو هنبدأ من خلاله نبدأ نعمل الاركتكتشر بتاع الاكس ام ال بتاع التري بتاعتنا. ار والتايب بتاعه XML، وداخله بنبدأ نعمل التري بتاعتنا. ونبدأ داخل التري نضيف الفيلد اللي احنا محتاجينها اللي هي تظهر. فاحنا مثلا محتاجين النيم يظهر، ومحتاجين ال- مثلا الفون نمبر اندرسكور نمبر. ومحتاجين وليكن مثلا الديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث BIR. الديت بتاعتنا. ونسيب ونبدأ نعمل upgrade. نبدأ نرفرش. فهنا ظهرهم لي هم. ظهر لي الفيلد الستودنت نيم والستودنت فون والبيرثداي. فرضا مثلا انا عايز فيلد يكون اوبشنال يظهر او ما يظهرش بناء على اللي اليوزر يختاره. فهنا وليكن مثلا احنا عايزين فيلد زي الادرس. ناخد كوبي. نبدأ نديله بارامتر اسمه اوبشنال، ونديله واحد اللي هو يعني آه، اللي هو يشتغل او ما يشتغلش على حسب اختيار اليوزر يعني. نرفرش. هو هنا ما ظهرش. طب انا عايزه يظهر، هنلاقيه هنا. والله هنضغط هنا فهيبدأ يظهر لي الادرس بتاعه. طب تمام. احنا هنا لما ندخل مثلا على الفورم هنا ظاهر لي حاجات. يعني ظاهر لي حاجات انا مش لسه ما اتظبطتش. مثلا الانرولمنت دي المفروض هتتعمل في نوت بوك تحت كده. يعني هنا المفروض هيكون في نوت بوك كده بحيث اقدر اضغط على الصفحات بتاعتها واشوفها. والاكتف انا مش عايزه يظهر. الاكتف ده المفروض هو وانس اللي اليوزر انضاف هو بينضاف ان هو اكتف.
انا بقى ممكن اعدله من خلال الزرار هنا، اخليه يعني اعمل له اركايفنج او ان اركايفنج دي بناء عليه، بس مش عايز اظهر الفيلد ده. فهنبدا نعملها ازاي؟ بنفس الطريقه هنبدا نعمل الفورم فيو بتاعتنا. هنبدا نديها اي دي، هتكون student underscore form underscore view. ونفس القصه هنبدا نديها الموديل. اي تري، اي فيو عندنا بيجي من، زي ما قلت، بيجي من ir.ui.view. اي فيو من الفيو اللي هنتعرف عليهم في الفيديو ده والفيديوهات الجايه. ونفس بنفس الطريقه برضو هنبدا نديله الفيلد. نبدا نديله النيم. اول فيلد عندنا النيم، اسم الفيو بتاعتنا ايه. وليكن مثلا احنا هنخليها student form view. بعد كده نفس القصه هناخد من الموديل، فهنتعامل مع الموديل بتاع الستودنت. وبعد كده بنفس الطريقة برضو الارك بتاعنا اللي هنبدأ من خلاله نبدأ نعمل الاركتكتشر بتاع الاكس ام ال بتاع التري. هنا name equal arc والتايب بتاعه اكس ام ال. وداخله هنبدأ نعمل الفورم بتاعتنا. داخل الفورم بنبدأ نقسمهم بناء على جروب. فبنبدأ نعمل حاجة اسمها جروب، أو تاج اسمه جروب، ونديله string يعني الليبل بتاعه ايه. وليكن مثلا احنا هنقول basic information information. وداخله هنبدأ نضيف الفيلد اللي احنا محتاجينها. وليكن مثلا في البيزك انفورميشن محتاجين النيم، ومحتاجين ال الديت اوف بيرث. date of birth. وممكن نعمل جروب تاني للكونتاكت انفورميشن اللي هو فيه الفون. الفون نمبر. نبدأ نابجريد. هنا هتظهر ان هي بقت اتقسمت، لا ده في بيزك انفورميشن ده جروب، وفي كونتاكت انفورميشن، وفي فيلد ما ظهرت، يعني ما ظهرتش ان انا مش محتاجها مثلا. يعني الاكتيف انا مش محتاجه يظهر في الفورم بتاعتي. تمام كده التري والفورم. طب انا عايز بقى اظبط السيرش. احنا مثلا عايزين نعمل السيرش بتاعتنا بنفس الطريقه برضو ريكورد. وهنبدا نديله اي دي student underscore search view. ونفس القصة برضو هو جاي من الموديل بتاع ال ir.ui.view. نفس القصة هنبدأ نديله name. وليكن مثلا هيبقى student search view. نفس القصة بقى هناخدها كوبي من هنا. هيبقى اختلاف في حاجة بسيطة بس. هنا هيبقى الاختلاف بدل ما هي فورم هتبقى search. وهنشيل الجروب خالص مش محتاجينها. احنا بقى عايزين نسيرش على ايه. هنا مثلا هو مديني الحق اللي انا سيرش بس بناء على النيم، لا ده انا عايز اسيرش كمان بناء على الستودنت فون.
فهنا والله داخل السيرش هنبدأ نديله الفيلد اللي أنا محتاج أسرش بناء عليه. احنا محتاجين نسرش على النيم. يعني احنا قبل ما نشوفها بس اللي احنا هنا من حقي بس ان هو بيقول لك احنا السيرش ده هيبدأ بناء على النيم بس. طب لا، ده انا عايز اسرش كمان على النيم بناء على الفون. هنا نيم ايكوال فون نمبر، ونعمل سيف. نبدأ نعمل ابجريد. نبدأ نرفرش. انا دلوقتي من حقي ان انا اسرش بناء على النيم وبناء على الفون. طبعا هنا ترتيبهم بالترتيب اللي انا حطيته. يعني انا مثلا عايز احط، لا ده انا عايزه الفون يكون الاول، فعادي ممكن اعكسهم. ابدا اعمل ابجريد. هنا هو المفروض هيسرش على، يعني السيرش بتاعه هيظهر الاول على الفون. لو انا عايز مثلا السيرش على النيم براحتي. طب ماشي، طب انا عايز بقى اعمل فلتر وعايز اعمل جروب باي.